أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. وصفتنا لليوم هي مسفوف الطبقات بالفيكة والكريمة مع طريقة تقديم حلوة. تنجموا تقدموه في السهرة الرمضانية ولا في السحور. صراحة الطريقة هذه ياسر حلوة تشرح على ماكلة المسفوف، وماذا بينا ديما نقدموا ماكلتنا بطريقة مزيانة ومرتوبة. الطريقة سهلة، تابعوا معايا في الفيديو. أول مرحلة هي تفوير المسفوف. هوني لكم حرية الاختيار حسب شنو متوفر عندكم. أنا استعملت كسكسي عولة، دونك باش نعمل مسفوف كسكسي. خلطته بشوية زيت زيتونة وقعدت نبسس فيه بيدي. من بعد زدت شوية ماء دافي وخلطته وحطيته يتفور. سبق وشاركت معاكم طريقتي في المسفوف، خليت لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. أو كتنجموا تستعملوا أي نوع مسفوف متوفر عندكم. ما شاء الله توا ولاو فما برشا أنواع مسفوف، وفما حتى مسفوف إكسبريس اللي ما يستحقش يتفور. المسفوف متاعي تفور، حطيته في صحفة. زدت زوز مغارف كبار زبدة، شوية ماء عطرشية يفوح ويبنن، وثلاثة مغارف كبار سكر. السكر راهو بالذواقة، تنجموا تحطوا أكثر ولا أقل. خلطته مليح وغطيته وخليته يشرب هكا المكونات اللي زدتهم. من بعد حليته بالطريقة هذه. وزدتو تمر مقصوص جويد وزبيب أصفر. نجموا تزيدوا رمان إذا عندكم. خلطته مليح وخليته على جنب. نتعداو لتحضير الكريمة متاعنا. هوني باش نستعمل مستحضر كريمة فانيليا حاضر. في كسرونة حطيت نصف لتر حليب، باكو الكريمة، وأربع مغارف كبار سكر. وقعدت نخلط لين الكريمة تخضر وتولي تبقبق. الكريمة حضرت ما شاء الله، صبيتها في الوعاء هذا باش يسهل عليا صبانها في الكيسان من بعد. وتوا نتعداو للمرحلة الأخيرة من وصفتنا. هوني هروشت الفاكهة اللي باش نستعملها. عملت ثلاثة أنواع: فستق، لوز، وبفريوة. استعملت ديكوب للمونتاج باش يجيني مسفوف مزيان ومرتوب. حطيت الطبقة الأولى مسفوف وحاولت نستويه باش يجيو الطبقات واضحين ومرتوبين. من بعد عملت طبقة كريمة. من بعد طبقة فاكهة. ومن بعد طبقة أخرى مسفوف. من بعد عملت طبقة كريمة. وفي الآخر طبقة فاكهة. نكملوا بنفس الطريقة لين نكملوا الكيسان الكل.
المسفوف بالكريمة والفاكهة حضرجة ما شاء الله بنين برشا، نودكم ومنشهيكم. إن شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها. خليوا لي رايكم في تعليق، وإن شاء الله نتقابلوا في الوصفة القادمة. شهية طيبة.